ايه ده؟ معقولة؟ ازاي ما تعرفيش المحل ده؟ ده محل مشهور قوي يا بنتي، وليه فروع في كل انحاء العالم. هو انتي مش عايشة معانا على كوكب الارض ده ولا ايه؟ على فكرة عادي ان انا ما بقاش عارفاه. يعني دي حاجة ولا هتزودني ولا هتنقصني. ايه المشكلة يعني؟ يا مساء الحياة، ما تتكسفش تقول على حاجة ما تعرفهاش انك مش عارفها، حتى لو الحاجة دي بالنسبة لغيرك مشهورة ومعروفة. من كام يوم ركبت مع يعني مواصلات عامة وكده، فكان ولد بيتكلم مع مامته ان النهارده هو ما فهمش الدرس. فمامته بتسأله، يعني بتقوله طب ما خليتش الميس تعيد لك عليه تاني ليه؟ فقال لها لان هي سألت مين مش فاهم، و... ولقيت كل الفصل مفيش حد رفع ايده، يعني فكله فاهم. فانا اتكسفت ان انا ارفع ايدي، ويتقال عليا يعني ان انا الغبي الوحيد اللي في الفصل. الكلمة استفزتني جدا من الولد، فبصيت له كده وقلت له لا يا حبيبي، مين قال ان انت غبي؟ ممكن طريقة الشرح بتاعت الميس مش متناسبة معاك، يعني ممكن انت اذكى ومحتاج طريقة اذكى من ان هي توصل لك المعلومة. وده على فكرة حالات عامة بقى في كل حاجة، يعني مش بس يعني حكاية الطفل دي. أنا نفسي كان ساعات يعني وأنا صغيرة بتعرض لمواقف كده، إيه، أني أبقى قاعدة في مكان وحد من اللي شايف نفسه كده شوية فيتكلم على مكان وبراند. وطبعا أياميها ما كانش لسه فيه بقى السوشيال ميديا ولا الإنترنت اللي دلوقتي كل المعلومات متاحة يعني. فكان حد بقى يتكلم ايه بقلة ذوق كده، ايه ده؟ ازاي انتي بتعرفيش مثلا المكان دوت او البراند ده او مش عارفة ايه؟ فالاول ما كنتش بعرف ارد واقول طب هو فين، واحس بقى ان انا ايه يعني، يا عيني بقى الوحيدة اللي مش اللي ايه اللي مغيبة يعني. مع الوقت لقيت نفسي هو ايه المشكلة؟ هو ايه المشكلة ان انا ما بقاش عارفة الحاجة دي واسأل عليها واعرفها؟ يعني لو هماني، لكن لو حاجة مش هماني او مش هتزودني ولا هتنقصني، ما عنديش مشكلة ان انا ما بقاش عارفاها. فدايما لو في حاجة معلومة انت محتاج تعرفها، اسأل واتطقص واعرفها. لكن لو في حاجة ما يهمكش ان انت تعرفها، يعني محل الفلاني ما انا مش محتاجه، هعمل بيه ايه؟ حتى والمحل ده مشهور ومعروف بالنسبة لغيرك، طالما انت مش معني بيه، فده ما يقلش ولا يزودك، يعني ما يقلش منك ولا يهز ثقتك بنفسك ان انت ما تعرفش المكان دوت او المحل ده. وكذلك برضو يعني الطلبة واي حد بيبقى عايز يعرف معلومة. العيب يعني ممكن عادي عادي ان انت تسأل مرة واتنين وعشرة لحد ما توصل لك المعلومة. عمرها ما كان ممكن العيب ممكن يكون في الآخرين مش فيك. دايما خلي عندك ثقة بنفسك. دايما ما تخليش تعرفوا عينة الناس كده قليلة الذوق اللي بتحب تستعرض بقى معلوماتها وكده قدام الغير. دايما ما تخليش العينة دي تهز ثقتك بنفسك.